محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا أولا أعتذر إني ما أقدر يعني أترك مستمر، لكن في الوقت اللي أحصل عليه في أي فرصة راح أجيكم. أنا أعتقد إحنا نعيش الحقيقة أوقات بكل المقاييس مهما كانت قاسية، لكن هي أوقات قاعدة تحول التاريخ. شهدناه مثلا من محاكمات لمجموعة من الشباب وما قدموا من تضحيات. شهدناه في يوم أمس الأخ فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد طاحوس. اللي شهدناه اليوم خاصة الوقفة الحقيقة اللي كانت الأخ سلم البراك والأخ وليد الجيري والآخرين أيضا الأخوة الآخرين نعطيهم حقهم في المطالبة بحقوق، وأيضا في تأكيد إذا كان في هناك بالفعل أي منع رسمي تم للي حاضرين من الأخوة الأعضاء أو حتى من غير الأعضاء من المواطنين. أنا أعتقد قاعد يسجل تاريخ جديد، تاريخ ينهي مرحلة أنا أعتقد استمرت 50 سنة. نعم عندنا دستور، لكن هذا الدستور للأسف لم يطبق التطبيق التام ولم يحترم الاحترام التام. ويجب أيضا أن نعترف أنا أو غيري أو من الناس أيضا أو من التيارات السياسية اللي لما كان الدستور ينتهك، لما كان ينقلب عليه 76 86 رئيس مهما كانت قاسية هذه الفترة. لما أقول مهما كانت قاسية لأن لا يمكن أن تكون نهايته ونتيجته إلا انتصار للشعب الكويتي. وهذه تجربة، هذه تجارب لكل الشعوب. ما في شعب أبدا ولا في حالة واحدة في العالم إنه أي شعب يسعى لتأكيد حقوقه إنه هذا الشعب ينهزم. الشعب الكويتي بكل تأكيد ما استثناء، وكان الشعب الكويتي في النهاية بإذن الله سيحقق ما يصبو إليه، سيطبق الدستور. لما أقول سيطبق الدستور البعض يعتقد يعني إنه والله الدستور الحالي، لا الدستور الحالي ما في شيء يمكن يعدل بشكل، لكن تعديله ما نملك احنا. تعديله يجب أن يكون بلغاء إرادتين، لكن تطبيقه بما في ذلك وجود الحكومة المنتخبة، الحكومة اللي تأتي من رحم الشعب، الحكومة اللي تأتي من مجلس الأمة، هذا أيضا ممكن في ظل الدستور الحالي بشرط أن تكون هناك في مواقف معلنة من الآن أنه من يأتي لأي انتخابات قادمة. أنا أتكلم هنا عن على الأقل الأطراف اللي أعلنت مواقف من تيارات سياسية إلى كتل نيابية إلى أي حراك، مجموعات من الحراك الحقيقية، بأنه من سيتصدى من سيطرح نفسه للانتخابات الجاية عليه أن يعلن سلفا بأنه لن يقبل أبدا بأن يتعامل مع أي رئيس وزراء ما لم يكن رئيس الوزراء هذا جاي من رحم الأمم من خلال الانتخابات. وهذا الكلام ترى ما في مساس بأحد. احنا أبدا نعتقد أنه حق سمو الأمير بتاعي رئيس الوزراء حق مطلق وفقا للدستور، هذا كلام ما عليه خلاف، لكن أيضا حق التعاون مع رئيس الوزراء أيا كان رئيس الوزراء أيضا هو حق مطلق لمجلس الأمة. وبالتالي هذا اللي نريد احنا، هذا ما نريد أن يلتزم فيه حقيقة كل من يأتي. خلاص 50 سنة أنا كفاية، 50 سنة من التعامل مع الدستور وانتهاكه كافية. هذا غير التزوير الفعلي، غير الانقلاب الفعلي، غير الانقلاب 76، انقلاب 86، غير الانقلابات اللي قاعد يصير حاليا. يعني ترى لما ينحل المجلس تصير انتخابات خلال 60 يوم ما هو بالضرورة هذه أيضا انتخابات أو هذا الحل الدستوري. الحل الدستوري هو الحل اللي يتم ولم يسبق أن حل المجلس نفسه قبل ذلك. احنا 2006 احنا 2006 2008 2009 و2011 و2012 5 مرات خلال 6 سنوات. الحل الوحيد اللي كان سنة 69. فلذلك كانت هذا التجمع الحقيقة اللي هو في الأساس مستحق، لأنه هو نوع من التعبير للتضامن مع ناس ضحوا بأنفسهم من أجلنا، ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت، ضحوا بأنفسهم من أجل الحريات العامة. هذا التضامن أنا أعتقد بالفعل رسالة نوصلها لكل العالم، لأنه الكويت في شعب حي يتعامل وفقا للدستور، لكن يتعامل أيضا مع الأحرار اللي ضحوا ويتضامن. مجرد الوجود التواجد، مجرد هذا البقاء ليلة ليلتين 15 هل يشعرون هؤلاء وهم بمعتقلاتهم وسجونهم
بأنه في شعب أيضا يقدر تضحياتهم. تضامن هذا سيستمر مع كل المخلصين في الكويت من موجودين حاليا في السجن في المعتقلات وأيضا مع إخواننا النواب أيضا قدموا تضحيات كثيرة. ولذلك أنا سعيد الحقيقة هذه الليلة أكون هنا، وأنا متأكد وواثق تماما بأنه سيأتي اليوم هذا مو بعيد اللي نحتفل فيه بإذن الله بأولا انتصار الحق وانتصار العمل بالدستور، واليوم اللي نحتفل فيه أيضا بأنه ما طرحناه من وجود حكومة منتخبة من خلال مرشحين التزموا سنراه عن قريب بإذن الله، وإن شاء الله نحتفل مع بعض. وسيكون احتفالنا ونتمنى يكون احتفالنا أيضا كنوع من الذكرى في هذا المكان بإذن الله. شكرا لكم.